يا أهلا. النهاردة هنغوص شوية في صفحات مختارة كده من رواية نجيب محفوظ، أولاد حارتنا. ومعانا مقتطفات بتدينا لمحة عن عالم الحارة ده، شخصياتها الأساسية، الصراعات اللي فيها. مهمتنا نستكشف سوا الأفكار اللي بتطرحها الصفحات دي بالذات. أهلا بيك. وفعلا المقتطفات دي مكثفة جدا، بنشوف فيها الرمزية واضحة، الصراع الأزلي ده بين الأمل واليأس، البحث عن عدل أو معنى ضايع، كل ده تحت ظل شخصية الجبلاوي الغامضة دي وهيمنتها على مصير أحفاده. تركيزنا هيبقى على اللي النصوص دي بتقدمه. تمام، خلينا نبدأ من الحارة نفسها. المقتطفات بتصورها إزاي؟ مكان للفقر، للمعاناة. بيقولك الأحفاد عايشين في القاذورات بين الذباب والقمل، وبعيد خالص عن جدهم الجبلاوي صاحب البيت الكبير والأوقاف. وفي نفس الوقت مين اللي بيحكم الحارة؟ الفتوات، الكبارات هم اللي مسيطرين بالقوة، بالنبوت، بالإتاوات. أوه، وهنا بقى الرمزية بتبان قوي في الأجزاء دي. الحارة دي ممكن تكون الدنيا، المجتمع. الجبلاوي ممكن يكون قوة عليا أو تراث قديم أو سلطة غايبة بس موجودة. والفتوات طبعا رمز واضح قوي للقهر والاستبداد. بس اللافت كمان في المقتطفات دي فكرة الدورة اللي بتتكرر، معاناة وبعدين يظهر شخص يحاول يغير وبعدين كأن مفيش حاجة حصلت. بالظبط، حتة النسيان دي مهمة. النص بيلمحها: آفة حارتنا النسيان. ولو مسكنا مثلا شخصية زي أدهم في الأجزاء اللي معانا، بنشوف التحول بتاعه من البساطة والنعيم في الحديقة اللي بيقول عليها هي الحياة الحقة، للمعاناة والمرارة بعد ما اطرد من بيت الجبلاوي، الخناقة مع أخوه رضوان، وبعدين الطلد. دي بداية المأساة كلها تقريبا. صحيح. والمقتطفات بتورينا إن كل محاولة تغيير بعد كده بتاخد شكل مختلف. بنشوف شخصية زي جبل، طريقه إيه؟ القوة والنظام الصارم. مبدأه زي ما النص بيلمح العين بالعين والبادي أظلم، بيحاول يفرض عدل بس بالقوة. وعلى عكس بقى تماما، الصفحات دي بتعرض لنا شخصية زي رفاعة، طريقة مختلفة خالص. محبة، سحر، بيحاول يخلص الناس من العفاريت، سواء بقى عفاريت بجد أو وساوس وقهر داخلي وخارجي. بس هل ده كان كافي؟ المقتطفات بتخلينا نسأل. ده سؤال مهم فعلا، القراءة المحددة دي بتطرحه. المقتطفات بتعرض محاولته لكن بتلمح للصعوبات اللي واجهته، التحديات. وبعدين تيجي شخصية زي قاسم، طريق تالت مختلف اللي هو التنظيم، التخطيط الجماعي. فكرة إنه عايز يعمل نادية للرياضة البدنية دي اللي جات في النص، دي إشارة لمحاولة بناء قوة مجتمعية منظمة، تغيير من خلال التنظيم. تمام، بس حتى مع التنظيم ده التحديات موجودة برضه. الصفحات بتورينا صراعات داخلية، بين أولاد آدم نفسهم أصلا، وصراعات خارجية طبعا، الفتوات، الناظر، الأمر الواقع. كأنه كل محاولة تغيير بتخبط في حيطة سد، وتأثيرها بيبقى مؤقت أو محدود. وهنا ترجع تاني آفة النسيان، كأنه كل جيل بيبدأ من الصفر. وده بيودينا بقى لشخصية محورية ومختلفة جدا في الأجزاء دي، عرفة. ده طريقة مختلف، بيعتمد أكتر على المعرفة، يمكن السحر برضه بس بشكل تاني غير رفاعة. جرأته بتوصله إنه يدخل بيت الجلواوي نفسه سراً عشان يكشف الأسرار الكبرى، يعرف الحقيقة. والمقتطفات بتعرض دوره ده بشكل فيه غموض كده، يخلي الواحد يسأل: هل هو السبب في موت الجلواوي فعلا وهو بيدور على السر؟ مش واضحة قوي. وهل المعرفة لوحدها اللي بيمثلها عرفة هنا في الصفحات دي كفاية عشان تخلص الحارة؟ خصوصا ان النهايات اللي بنلمحها لعرفة وللحارة بعد الجلاوي مش مبشرة خالص. بالظبط. المقتطفات دي بتنتهي بصورة بصراحة قاسية شوية. الحارة بعد عرفة وبعد موت أو اختفاء الجلواوي بترجع تاني للفوضى. الصراع بين الفتوات بيرجع تاني ويمكن أعنف كمان. ده بيخلينا نتساءل عن جدوى طريق المعرفة ده لوحده في مواجهة واقع الحارة الصعب ده. الدورة كأنها بتلف وترجع تاني، والنسيان هو الآفة الكبيرة اللي بتسمح بده كله يتكرر. يبقى رحلتنا السريعة دي في صفحات المختارة من أولاد حارتنا ورتنا لمحات، بس لمحات قوية قوي. صراعات إنسانية عميقة، البحث اللي ما بيخلصش عن العدل والحقيقة والخلاص، الطرق المختلفة اللي كل شخصية مشيت فيها: أدهم، جبل، رفاعة، قاسم، عرفة.
وكلها تصطدم بواقع الحارة القاسي ده، وبأسطورة البيت الكبير والجبلاوي اللي هو غايب وحاضر في نفس الوقت. والسؤال اللي بتسيبه الصفحات دي معلق كده في الذهن هو: طيب في ضوء الطبيعة الدورية دي للصراع اللي شفناها في المقتطفات والميل المستمر للنسيان اللي النصوص أكدت عليه، هل في أي إمكانية حقيقية لتغيير دائم أو خلاص نهائي جوه الإطار اللي رسمته لنا الصفحات دي بالذات؟ ده سؤال مفتوح يستاهل نفكر فيه.